في خطوط حمراء لو اتخطت الساكت بيكون شريك في الجريمة، واللي حصل اليومين دول اسمه مش حرية رأي، ده جهل وقلة دين تحت اسم الترند والشهرة. سوزي الأردنية طلعت تقلل من مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي ناس بتقول ما تقصدش وعادي. أنا أسفة، لكن السكوت هنا جريمة. أنا مش طالعة هجمك، أنا طالعة أفهمك إن دي خطوط حمراء ما تتعدهاش، وده اللي هنعرفه النهارده. تابعوا الفيديو للنهاية. أنا آسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء، يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهارده نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول غلطة عملتيها يا سوزي إنك حطيتي نفسك في مقارنة مع خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ده جهل منك وقلة معرفة. في ناس بتتجرأ كتير وبتتكلم عن النبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بس اللي مش فاهمينه إن سيدنا محمد مش مجرد نبي المسلمين، ده نبي الرحمة اللي العالم كله مدين له بفضل كبير. سوزي الأردنية بتتكلم عنه كأنه إنسان عادي، وكأنها ناسية أو متجاهلة إن ملايين البشر بيحبوه وبيضحوا بحياتهم علشانه. يا ستي، سيدنا محمد اللي انت بتتكلمي عنه هو اللي علم العالم الرحمة، هو اللي كان بيعفو عن اللي أذوه، النبي اللي بكى لما عرف ان في ناس من امته هتدخل النار، النبي اللي لو شافك دلوقتي هيحزن عليكي مش هيغضب. وانت بتتكلمي عن سيد الخلق وانت مش فاهمة مين خاتم الانبياء اصلا. وسمعتك قبل كده برضو في فيديو بتتكلمي عن اسمك انك مش بتحبيه لان اسمك مريم. ده حرام اللي انت بتقوليه ده. انت يكون ليك الشرف ان يكون اسمك مريم على اسم السيدة مريم العذراء اللي اصطفاها الله على نساء العالمين. في اسماء كتير بتتصدر الترند بلا قيمة، لكن في اسم خلد في القرآن الكريم مش لمجرد قصة، لكن لانه درس ايماني انساني رباني. السيدة مريم عليها السلام مش بس سيدة عظيمة، دي اعظم سيدة في التاريخ. وجاية تقولي النهاردة انا مش بحب اسمي. انت يكون ليك الشرف ان يكون اسمك مريم. نصيحتي ليك يا سوزي، اقرأي في الدين كتير. واضح انك مش متدينة ولا عندك العلم ولا الدين ولا الاخلاق اللي تقدري تتكلمي بيها عن الانبياء. اسمعي قصص دينية كتير وقصص عن زوجات الانبياء وتعلمي منهم، يمكن تتغيري للاحسن. وصلي يا سوزي، الصلاة هتقربك من ربنا كتير وربنا يهديكي ويصلح حالك. لو شايفين ان كلامي صح اعملوا لايك وشير ومتابعة للصفحة على الفيسبوك، واشتركوا في القناة على اليوتيوب. وما تنسوش ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.